اهلا بيكم في فيديو النهارده اللي احنا هنناقش فيه موضوع مهم جدا لكل الناس المهتمين بالدراسه الاكاديميه وخصوصا البي اتش دي الدكتوراه في المانيا. لو انت مهتم انك انت تعمل دكتوراه وتكمل التعليم العالي بعد الماجستير، المانيا تعتبر من احد اهم الوجهات في العالم كله انك انت ممكن تعمل الدكتوراه هنا وتبقى الدرجه العلميه بتاعتك قويه جدا. بس السؤال ليه المانيا تعتبر وجهه حلوه للطلاب ان هم يخلصوا الدكتوراه فيها؟ السؤال ده لازم نجاوبه في حلقه النهارده. نحاول بقدر الإمكان نكتشف هو ليه الأشخاص هنا بيجوا ألمانيا ويعملوا دكتوراه فيها ويتخصصوا في المجال أكتر وأكتر. ألمانيا تعتبر بلد عريقة جدا في التعليم الأكاديمي، عندها أقدم الجامعات في العالم زي جامعة ميونخ وجامعة هايدلبرج. تعتبر ألمانيا من الدول اللي هي محور رئيسي جدا في التعليم الأكاديمي العالي على مستوى العالم كله. ومن أحد المزايا إن ألمانيا تعتبر من ضمن الدول المتقدمة اللي هي بيأمن أي شخص إن هو يخلص فيه التعليم الأكاديمي بتاعه، إن التعليم فيها أصلا شبه مجاني. بالعكس كمان ده الدكتوراه هنا تعتبر شغل. لما بتيجي انت المانيا انت بتشتغل مش بتدرس، بتقبض مرتب في الغالب قصاد شغلك انت كمدرس باحث او شخص بيشتغل في الجامعه. مش بتدفع فلوس على قد ما انت بتاخد اصلا فلوس، يبقى بكونتراكت كمان، وهنفهم من القصه ديت كمان شويه. فحتى الرسوم انت بتدفعها يعتبر ولا حاجه. الرسوم نفسها بتبقى 100 200 300 400 يورو، وفي الاخر بتبقى ولا حاجه بتدفعها قصاد اللي انت بتاخده. مرتب الدكتوراه ممكن يوصل ل 1500 2000 يورو في الشهر. ده يكفيك انت شخصيا انك انت تيجي تدرس دكتوراه، ما تحتاجش انك انت تشتغل بجانب الدكتوراه اي شيء. وعشان بقى نجاوب السؤال ده فعلا، تعالى ننتقل على اول نقطه معانا النهارده، ان ليه المانيا تعتبر من الدول الكويسه جدا انك انت فعلا تيجي هنا تدرس فيها دكتوراه. تعالوا نجاوب على السؤال دوت. اول نقطه هي جوده التعليم والبحث العلمي جوه المانيا. المانيا كدوله هي تعرف بجوده التعليم العالي، وفيها عدد كبير جدا من الجامعات اللي ليها ترتيب عالي على مستوى العالم. وفيها جامعات كتيره زي جامعه هايدلبرج، زي جامعه ميونخ، زي جامعه اخن، زي جامعه تيو برلين. جامعات تعتبر من اقوى الجامعات على مستوى العالم، ويبقى فيها بروفيسورز ودكاتره تعتبر من اقوى الدكاتره على مستوى العالم برضه. والقوه هنا نقصد بيها قوه البحث العلمي. والجامعات دي ما تعتبرش بس مراكز تعليميه، ولكن هي محاور رئيسيه للبحث العلمي زي ما قلنا. وعشان كده بتوفر لطلبه الدكتوراه بيئه صحية جدا للبحث والتطور. ومن أحد الميزات الدكتوراه في ألمانيا هي التركيز القوي على البحث العلمي. سواء أنت بتشتغل في مجال العلوم الطبيعية، الهندسة، أو العلوم الاجتماعية، هتلاقي إن في ألمانيا فعلا بنية تحتية كويسة جدا تبني بيها كل أبحاثك اللي أنت عايز تعملها. وكمان مش بس الجامعات هي بتكون الجهة الوحيدة اللي أنت بتشتغل معاها، أنت ممكن حتى تعمل دكتوراه بالمشاركة كمان مع المصانع والشركات اللي هي رائدة في مجالك. انت كواحد بتدرس دكتوراه وعايز انك انت تعمل كمان شغل عملي في شركات، بيربطوا الجامعة دايما بالعملي بالشركة، تقدر تعملها الاثنين مع بعض. وتاني سبب رئيسي البنية التحتية الكويسة جدا للأبحاث. بيعرفوا يوفروا لك كل حاجة انت محتاجها عشان تدرس هنا في ألمانيا وتعمل الأبحاث بتاعتك وتطور من نفسك. وكل الريسيرشز اللي انت في بالك لو في مشروع معين هتلاقيهم دايما وراك، دايما بيدعموك عشان توصل في الاخر للفكره الرئيسيه او الهدف الاساسي. وبفضل وجود البنيه التحتيه الحلوه دي في المانيا، طلبه الدكتوراه بيبقى عندهم كل الريسورسز وكل الموارد وكل السبل ان هم يحققوا اللي هم عايزينه من الريسيرش بتاعهم. ثالث سبب ان المانيا كمان بتبقى جامعه ما بين ثقافات كتير وتنوع كبير جدا من البروفيسورز ومن حتى الطلاب اللي بيدرسوا معاك. فانت حاسس ان انت مش بس لوحدك اجنبي، لا انت معاك كميه اجانب كلهم ثقافات مختلفه، كلهم جنسيات مختلفه. فبالتالي انت بتشتغل في بيئه معتمده على التنوع الثقافي وتنوع الافكار، وده بيتيح ان انت فعلا تبقى عندك اوبن ايدياز كتيره، افكار كتيره. وزي ما قلنا ان رابع ميزه في المانيا ان الدراسه نفسها رخيصه. يعني انت مش بتصرف كتير، يا دوبك بس بتصرف في المعيشه بتاعتك، وبتقبض فلوس كل اخر شهر من 1500 وانت طالع. ممكن اقل من كده بشويه، ممكن اكتر من كده بشويه، بس انت في رينج 1500 بتقبضه في المانيا لو انت بتدرس دكتوراه، وبتبقى في الغالب مدتها 3 سنين. ومش بس ان الجامعه رخيصه، لا المانيا تعتبر متوسطه في المصاريف بتاعتها. يعني لما تيجي انت تقارنها بدول ثانيه كتير، لا المانيا فيها مدن كتيره جدا السكن فيها متوسط، المعيشه نفسها بتبقى على مستوى المانيا كلها متوسطة، مش غالية مثلا زي دول زي سويسرا والنرويج، أو رخيصة قوي مثلا زي دول زي شرق أوروبا، لا بتبقى متوسطة. وبالتالي برضو انت بتعرف تصرف على نفسك بالمبلغ اللي انت بتقبضه كل اخر شهر، مفيش مشكله خالص. السبب اللي بعديه ان هم ممكن يدوك منح دراسيه في الدكتوراه كتير جدا، ودي لازم احنا نعمل عليها حلقه منفصله عن المنح الدراسيه للدكتوراه في المانيا. دي اكيد ليها قصه وحوار، وخلينا نعملها فيديو لوحدها عشان الكلام فيها هيتقال كتير. طبعا احنا عارفين ان اهم الجهات اللي بتدي منح هي منحه دي دبل اي دي. المنحه دي او الموقع ده هو الموقع التبادل الطلابي اللي تقدر فيه عن طريقه انك انت تروح تقدم على منحات. وانت اكيد عشان تقدم على دكتوراه لازم يبقى فيه عندك حاجه اسمها ريسيرش بروبوزل، يعني انت عارف جاي هنا هتعمل ايه وعايز
تبحث في ايه بالظبط عشان توصل لهدف معين في الاخر تقدر تروح انك تقدم عليها. طبعا بيبقى ليهم اوراق كتيره في المنحه زي ما قلت لك، هنتكلم عليه بالتفصيل اكيد لاحقا. ومن احد المزايا برضو بتاع الدكتوراه في المانيا هي المرونه جوه برامج الدكتوراه. يعني المرونه نفسها ان انت تتغير كل حاجه جوه البرنامج نفسه بحيث انك انت تحصل في الاخر على الهدف اللي انت عايزه. وانت بتبحث اكيد في تغيرات كتيره، في حاجات كتيره بتتغير وانت في خلال البحث بتاعك، في نتائج انت بتعملها. النتائج دي ساعات بتبقى زي ما انت عايز، والنتائج دي ساعات بتبقى بعيده قوي عن انت عايزه. فبتعرف ان انت تغير جوه البرنامج نفس الدكتوراه لو في الهدف مثلا عايز توصل له في الاخر، وفي شويه طرق توصل فيها للهدف الاخير. الدكتوراه المرنه جوه المانيا تقدر تهيئ لك انك توصل في الاخر للهدف اللي انت عايزه، وكل الطريق اللي انت بتعدي عليه ممكن تعدي فيه براحتك، ما عندكش اي مشكله. والنقطه اللي قبل الاخيره الفرص اللي هي بتقدمها لك الدكتوراه بعد ما تتخرج. بعد شويه هنتكلم عنها بالتفصيل، بس انت يعني عندك اكيد كارير اكاديمي ممكن تكمل فيه، او ممكن تكمل حاجات في الشركات، شغل بره الجامعه، وده اللي هنشوفه بالتفصيل كمان شويه. وطبعا انت كطالب دكتوراه لما بتيجي هنا في الغالب بتاخد اقامه عمل، فانت اكيد عندك استقرار مادي واستقرار كمان في الاقامه بتاعتك. حتى وانت بتعمل دكتوراه وانت على اقامه عمل، انت ممكن تقدم بعد كده على جنسيه، اقامه دايمه، ما عندكش اي مشكله تماما بتاتا خالص. فده طبعا يعتبر اخر سبب ليه المانيا تعتبر من الدول فعلا اللي هي كويسه انك تعمل فيها الدكتوراه بعد كده. وتعالوا نتكلم عن انواع الدكتوراه في المانيا، انواع البرامج الدكتوراه، عشان تفهم بالظبط كل نوع وايه النوع المناسب ليك انت عشان تقدم عليه بهدف انك تقدم عليه بعد كده. اول حاجه هنسميها الدكتوراه التقليديه او بيسموها individual doctoral studies، ودي اكتر الدكتوراه شيوعا في المانيا وانتشارا ان هي بتلاقيها جوه الجامعات، وبتعتمد بشكل رئيسي على البحث المستقل تحت اشراف مشرف اكاديمي سوبرفايزر. وفي النوع ده من البرامج بيتولى الباحث ان هو يصمم العمل بتاعه او البحث بتاعه بشكل مستقل، بعيدا عن ان هو يكون مرتبط ومقيد بمنهج دراسي محدد او جدول زمني محدد. يعني انت قدامك بحث، قدامك فكره ريسيرش عايز تنفذها لحد الاخر وتوصل لها بطريقتك انت وبنظامك انت وبتخطيطك انت. المزايا بتاعتها ان انت تبقى عندك شويه مرونه، انت بتعرف تحدد ايه لنفسك، ايه الاهداف بتاعتك انت، الجدول الزمني، خطه كلها اللي تعملها للدكتوراه انت اللي بتحددها. وده بتبقى احد اصلا الاوراق التقديم على الدكتوراه، لان انت لما بتيجي تقدم عليها انت بتحتاج تقنع اللي قدامك ان انت فعلا عندك هدف، عندك بحث علمي متفوق جدا تقدر بيه انك انت تقنع الشخص او الدكتور هنا في المانيا ان هو يديك تمويل وتشتغل معاه على البحث دوت، وتتفقوا بالظبط ايه الخطوات وتمشي عليها واحده واحده لغايه ما توصل في الاخر للهدف بتاعك. طبعا الميزه دي بتخليك ان انت عندك شويه يعني فلكسبيليتي، مرونه شويه تعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. ومن احد المزايا بتاعتها برضو العلاقه كويسه مع المشرف. لو انت المشرف اللي انت السوبرفايزر بتاعك انت حابب ان هو يتناقش معاك، تعرف ان انت تقرب منه، تعرف انك تفهم هو فكره ازاي، ففي كوبريشن، في تعاون بينك وبين المشرف كويس جدا عشان في الاخر انتوا الاثنين توصلوا للهدف الرئيسي، لنهايه البحث او النتائج اللي انتوا عايزينها. كمده برنامج individual doctorate بتوصل في حوالي من 3 ل 5 سنين، بس المده بتعتمد بشكل كبير على تقدم الباحث في البحث بتاعه. طب احنا قلنا كده المزايا بتاعتها، ايه العيوب بتاعتها؟ العزله الاكاديميه، انك انت بتبقى منعزل عن كل حاجه تانية، انت بس بتبقى شغال مع نفسك. هي دي اكبر عيب موجود في النوع ده من البرامج. ففي بعض الطلاب بيشعر بالعزله الاكاديميه، ودوت بيظهر جامد قوي لو الدكتوراه بتاعتك انت كلها بتعملها في جوه الجامعه، انت بس لوحدك شغال مع نفسك، مفيش اي نشاطات او مفيش اي حاجه بتشيرها مع غيرك وبتشتغلوا مع بعض فيها. وساعات بيبقى في بعض البرامج ان النوع دوت بالذات اللي هو individual doctorate الباحث هو اللي بيمول البحث بتاعه، او الباحث هو اللي بيمول نفسه وبيصرف على نفسه هنا في ألمانيا، مش بياخد فلوس قصادها. ساعات بيبقى في بعض البرامج الدكتوراه مش لازم يكون في مرتب قصاده، انت بتقبل ان انت تعمل بحث في الجامعه دي وهم بس عليهم يوفروا لك الموارد والريسورسز اللي انت محتاجها، لكن هم مش هيصرفوا عليك ومش هيدوك مرتب. في بعض البرامج بتحصل كده، بس تعتبر عيب طبعا ان مفيش اي دخل ليك وانت بتدرس نوع ده من البرامج لو هي فعلا العقد بتاعك مفيهوش مرتب. وده يبقى كده اتكلمنا بالتفصيل عن اول نوع. نخش بقى على تاني نوع، وهي الدكتوراه منظمة أو ليها structure واضح، وبيسموها كمان structured أو structured doctorate. والدكتوراه النوع دوت هي بتشمل منهج محدد بتمشي عليه بمحاضرات وورش عمل وأنشطة تعليمية تانية بجانب البحث بتاعك، وده بيبقى عن طريق جامعات عاملة structure program معين انك تدرس حاجة معينة توصل لنتيجة معينة. يعني تاخد دكتوراه في حاجة already معمول لها خطة، هم عندهم الدكتوراه في مجال معين، والدكتوراه اصلا دي تبقى ليها برنامج بمواد محدده ومحاضرات محدده وورك تيرم محدد وكل حاجه تكون محدده، مش حاجه انت عندك فيها مرونه زي ما شفنا في البرنامج اللي فات. المزايا بتاعتها ان يبقى في بيئه تعاونيه، انت ما بتبقاش لوحدك، انت بتبقى معاك طلاب تانيين دكتوراه، تتعاونوا مع بعض، تشاركوا مع بعض اللحظه عشان تقدروا انك انتوا تخلقوا جو
تعاوني تقدروا ان انتوا تساعدوا بعض توصلوا للنتائج اللي انتوا عايزينها. ومن احد المزايا الكبيره قوي التوجيه الاكاديمي، اللي هي بتيجي عن طريق ايه بقى التوجيه الاكاديمي؟ انك انت يا سيدي يا شخص يا جميل، انت مش بتعمل كل حاجه بنفسك، انت في شخص بيوجهك للصح، دكتور عنده خبره اكتر منك بيوجهك للصح. وهو ده من اكبر المزايا بتاعت النوع ده من البرامج. زي ما قلت لك انت بتبقى ماشي على منهج محدد، فانت عارف ان في تكامل ما بين الدراسه والعمل، تاخد دراسه في الجامعه وبتاخد عمل برضه في ورش عمل، فانت عندك شويه ميكس ما بين الثيوريتيكال والبراكتيكال مع بعض. طبعا التحديات بقى اللي بتواجهك في النوع ده من البرامج ان انت عندك مقيد شويه بمنهج معين، ما تقدرش تبقى عندك شويه مرونه، ده اللي احنا بنقوله ووضحناه بالفرق ما بين البرنامج اللي فات. والمده بتاعتها في العادي بتكون من 3 ل 4 سنين النوع ده من البرامج. ومن برضه من العيوب بتاعتها شويه ان انت بتبقى معتمد بشكل اساسي على فريق انت بتشتغل فيه، فالفريق لو مش شغال انت كمان مش هتعرف تشتغل. في بعض انواع تانية هنتكلم عليها بسرعه، دي انواع اللي هي المفروض اقل شيوعا شويه في المانيا بس موجوده. في دكتوراه اسمها دكتوراه مزدوجه، بتبقى مزدوجه ما بين شركه وجامعه او جامعتين اتنين، بيبقى في مشرفين من الجامعه رقم 1 ومشرفين من الجامعه رقم 2، فبتتم عن طريق جامعتين مع بعض، وبتقدر تستفيد من الريسورسز اللي موجوده في الجامعتين الاثنين. موجوده موجوده، فبتقدر تستفيد انت من الريسورسز بتاعه الجامعتين مع بعض. ساعات الجامعه الثانيه دي ما بتكونش اصلا في المانيا، ممكن تكون في اسبانيا، فرنسا، سويسرا، جامعه في دوله ثانيه، فبالتالي انت بيبقى عندك تعاون دولي انترناشونال ما بين جامعات، يعني بتقدر تاخد جزء هنا في المانيا وجزء في دولة تانية، تبقى في تنوع كبير جدا من الريسورسز والموارد اللي بتشتغل فيها من الجامعتين. وعشان انت محصور ما بين جامعتين، ساعات اللود بتاع الشغل بتاعك بيبقى اكتر، وبتبقى انت متبهدل رايح للجامعة دي للجامعة دي الجامعة دي للجامعة دي، فبيبقى المجهود اللي عليك ممكن يكون اكتر شوية. في نوع رابع من الدكتوراه كمان هنخش عليه اسمه الدكتوراه الصناعية Industry PhD، ودي بقى اللي هي بتبقى مفروض ما بين جامعة وشركة. فعلا هي بتبقى جامعة وشركة الاثنين مع بعض، فانت بتدرس في جامعه وبتطبق ده في شركه معينه، والاثنين بينهم علاقه كوربوريشن، تقدر التعاون ما بين العملي والنظري بتاعك. ودي من اكبر المزايا بتاعتها ان فرص العمل بعد الدكتوراه بتبقى كبيره قوي انك تشتغل في الشركه دي، فدي من احد المزايا بتاعتها. تعال نخش بقى على حته ثانيه خالص اللي هي شروط ومتطلبات الدراسه الدكتوراه في المانيا. اول حاجه لازم تركز عليها هي المؤهلات الاكاديميه المطلوبه، واول نقطه فيها هي الحصول على درجه الماجستير اصلا، وتكون دراسه الماجستير كمان ليها علاقه كبيره جدا بالحاجه اللي انت هتدرسها او اللي انت هتعمل عليها بحث علمي. على سبيل المثال لو انت هتعمل بحث علمي مثلا في قسم الهندسه الكهربائيه، يبقى لازم انت تكون خريج درجه ماجستير في الالكترونكس او كل حاجه قريب من المجال بتاعها، يعني لازم تكون انت على صله بالحاجه اللي انت هتدرسها في الدكتوراه. الماجستير يكون بشكل اساسي بيهيئك انك تدرس الدكتوراه. والنقطه الثانيه اللي جوه الماجستير كمان ان انت لازم تكون الدرجه بتاعتك فيه كويسه جدا، لازم تكون جايب امتياز فيما فوق عشان تقدر انك انت تقنع الدكتور قدامك ان انت ادائك حتى في دراسه الماجستير السابق كان كويس قوي. فركز على درجه الماجستير نفسه اللي انت حاصل عليه تكون كويسه جدا. في بعض الحالات الاستثنائيه، ودي معلومه انا اول حتى مره اعرفها لما جيت عملت ريسيرش، ان في بعض الاشخاص ممكن من بكالوريوس يعملوا دكتوراه على طول، ما يعملوش ماجستير في النص. بس الموضوع دوت نادر جدا وبينجح بس مع بعض الاشخاص القليلين جدا ان هم بيبقوا عباقرة فعلا، وبيسموه ساعتها فاست تراك بي اتش دي. بتقدر انك انت من بكالوريوس تطلع على الدكتوراه على طول. ده بيبقى اشخاص ليهم قدرات خاصه، ليهم طبعا عقليات خاصه، ليهم امكانيات خاصه، بيقدروا ان هم يقنعوا الشخص اللي قدامهم ان هم فعلا ممكن يعملوا ريسيرشز بعد البكالوريوس على طول. مش حوارنا النهارده. ومش بس الدرجه العلميه اللي انت كنت المفروض متفوق فيها، لازم تكون انت من اكتر 10% وعندك تفوق علمي في الدفعه بتاعتك. في اول 10% من الدفعه بتاعتك انت لازم تكون انت واحد منهم، عشان تقدر ان هم يبقى القبول هنا في المانيا في البرنامج زي دوت اسهل شويه، يبقى فرصه قبولك اعلى شويه. وعشان احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الدكتوراه تعتبر شغل في المانيا مش اصلا دراسه، فاحنا اول ما بنجيب سيره شغل ده معناها ان الشهاده بتاعتك اللي انت حصلت عليها قبل كده لازم تكون معترفه في المانيا، وبالتالي محققه شرطين. اول شرط ان الشهاده نفسها معترف بيها، يعني الشهاده نفسها تكون مكافاه للشهاده الالمانيه. تاني شرط ان الجامعه معترف بيها برضه، والاثنين انا اتكلمت عنهم باستفاضه كبيره جدا في الفيديوهات اللي فاتت. لو انت عايز تاخد فكره عن الاعتراف هتلاقي فيديو واثنين وثلاثه واربعه هتفهم منهم، ما تقلقش المعلومات كلها هتلاقيها على القناه. طيب ده كله اتكلمنا على نقطه المؤهلات العلميه السابقه. طيب اللغه بقى نظامها كتير جدا من درجات الدكتوراه في المانيا بتتقدم باللغه الانجليزي فقط مش الالماني، منها برضه ممكن تاخدها بالالماني، فانت محتاج تثبت لهم ان انت معاك شهاده لغه، وشهاده اللغه دي تكون انت مثبتها بايلتس او تويفل في الغالب. لازم تكون واخد درجه كويسه جدا ايلتس اكاديمي او تويفل اكاديمي عشان تقدر انك انت فعلا تحقق الشرط اللي هم عايزينه في اللغه، وتقدر تبين لهم ان المستوى الانجليزي بتاعك كويس جدا، لان الباحث هنا
لازم الانجليزي بتاعه يكون توب، اعلى مستوى. يعني الدرجه بتاعتك في الايلتس ما تقلش عن 6.5 او 90 في التويفل. ولو انت جامد قوي واصلا جاي من جامعه اوريدي الدراسه فيها كانت بالانجليزي، بيقول لك يا عم انا مش عايز اصلا شهاده لغه. لو انت الدراسه بتاعتك السابقه في جامعه قبليها، الجامعه دي معروف عنها ان الانجليزي فيها كويس وانت درست بيها بالانجليزي، ساعات بيعفوك من شهاده اللغه دي خالص. ثالث نقطه، اختيار المشرف الاكاديمي. وركز معايا في الحته دي كويس. الدكتوراه التقليديه اللي هي الانديفيدوال اللي احنا بدانا فيها في الاول، لازم يكون في مشرف اكاديمي عليك، واحنا زي ما عرفنا ان المشرف ده هيفضل معاك طول الفتره بتاعت الدكتوراه، بيشرف عليك وبيقدر ان هو يوجهك او يساعدك في انك انت تمشي في الابحاث بتاعتك. فانت بحثك عن المشرف ده لازم يبدا بدري شويه عن انك انت تيجي المانيا، ممكن قبليها بسنه تبدا تبحث عن المشرف دوت على مواقع قواعد البيانات. في زي قاعده البيانات بتاع داد او الدي دبل اي دي، ممكن تبحث فيها عن الجامعات وتبحث فيها كمان عن برامج البي اتش دي اللي بتقدم جوه الجامعات، وتوصل للقسم بتاعك للدكاتره اللي هي فعلا بتقدم النوع ده من البرامج، وتكلمهم وتراسلهم وتقول لهم انا الكواليفيكيشنز بتاعتي 1 2 3، هل في فرصه ان انا اعمل معاكم بي اتش دي ولا ما فيش؟ وتقدر تشوف الفيدباكس من الدكاتره، وعلى اساسها انت تقدر تاخد فرصه او انك تاخد كلمه وتربط كلام مع مشرف جامعي ان هو معجب فعلا بالشغل بتاعك وعايز يشتغل معاك. وبالتالي بقى بتقدر انك تجهز كل الاوراق وتقدم على الجامعه على البورتال بتاع الجامعه. فده طريقه انك انت تبحث عن مشرف اكاديمي. والطريقه التقليديه شويه انك انت تخش على كل جامعه عندها قسم في مجالك، القسم نفسه تشوف الدكاتره اللي فيه وتمسك دكتور وتفضل تراسل وتشوف اي دكتور منهم ممكن يبقى عنده تمويل من الجامعه ان هو يقدم حد معاه بي اتش دي ويبقى معجب بالشغل بتاعك. يا اما الطريق عن طريق داتابيز زي داد مثلا، يا اما الطريق عن طريق تبحث في كل جامعه على حده. وبتحتاج اكيد القبول من المشرف ان هو ياخد اكسبتنس ان انت فعلا تشتغل معاه. وبالتالي انت لما تربط معاه كلام في الاخر لما تيجي تقدم هيديك القبول، هو ده بتحتاجه اكيد عشان تتقدم على الفيزا بعد كده. من الحاجات اللي هم بيبقوا محتاجينها منك انت او تبقى من اهم الاوراق الرئيسيه انك انت تقدم على الدكتوراه هي الريسيرش بروبوزل، الورقه اللي هي بتكتب فيها كل افكار الريسيرش بتاعك من اول للاخر، من اصغر نقطه لاكبر نقطه، عشان تقدر تقنع فيها الشخص اللي قدامك ان انت فعلا عندك خلفيه كويسه جدا قبل كده درستها وعايز تعمل ايه في المستقبل عليها وتضيف ايه وتحقق ايه في المستقبل من خطه بحثيه. فده لازم تتقن قوي ازاي كتابه فنيه في الانجليزي، ومش بس انجليزي لا كمان كتابه فنيه في كتابه الابحاث العلميه. دي ليها اصلا قصه خاصه، لازم تبحث كويس قوي في مجالك كيفيه كتابه بحث علمي او كيفيه كتابه بيبر وتنشرها. دي كلها هتفيدك قوي في كتابه الريسيرش بروبوزل اللي احنا بنتكلم عليها. ومن الاوراق المهمه اللي هتحتاجها في التقديم هي الريكومنديشن ليترز، خطابات التوصيه. هتشوف دكتور من الدكاتره اللي انت اشتغلت معاه في الماجستير يقدر ان هو يكتب لك ريكومنديشن ليتر لموجه لجامعه معينه هنا في المانيا، بيكتب فيها كلام كويس عندك وعلى الشغل اللي عمله معاك جوه الماجستير لما انت كنت بتدرس معاه. وطبعا من متطلبات الدكتوراه التمويل بتاعها، يا اما هتبقى بمنحه زي منح داد بتوفر لك ان دكتوراه في المانيا قصادها فلوس كل شهر تنزل لك، او زي ما قلت لك ترتب مع الدكاتره في الجامعه ان انت فعلا لو في دكتور تقدر انك انت تراسله وهو يبقى عنده تمويل لطالب مثلا يدرس مع دكتوراه، فيقدر ان هو يديك، مش هتبقى منحه ساعتها، هتبقى عقد شغل في الجامعه كباحث في الجامعه وتشتغل معاه وتحقق درجه الدكتوراه معاه جوه الجامعه. يا اما انت لو انت شفت برنامج كويس وانت تقدر تموله ذاتيا على طريق انك تصرف عليه، ساعتها انت بتيجي المانيا بس ما بيبقاش ليك مرتب كل شهر، تصرف انت من جيبك انت بقى على البرنامج نفسه. وعشان تاخد الفيزا لازم يبقى في اكسبتنس من الجامعه، وده انت بتحصل عليه لما بتقدم كل الاوراق بقى في الاخر. والتقديم ده بيتم عن طريق موقع الجامعه، بتروح في الغالب انت بيبقى في بورتال للجامعه وبتقدر انك انت تدخل بياناتك، تدخل كل الاوراق تعمل لها ابلود، وبعد كده بتنتظر مثلا اسبوع 2 3 لحد ما الاكسبتنس بتاعك يجي، وبعديها بتحجز ميعاد في السفاره وبتقدم في السفاره. في الغالب ما بتحتاجش حساب مغلق لو العقد بتاع الدكتوراه بتاعك انك انت فيه قصاده فلوس هتنزل لك كل شهر، حساب المغلق كده مش موجود. فالدكتوراه تعتبر من احد الفيز اللي ممكن تاخد بيها دراسه في المانيا من غير ما يكون معاك حساب مغلق او ضامن مالي. واكيد ما ننساش برضه من ضمن المتطلبات في لازم سي في تتكتب، في كفر ليتر لازم يتكتب، كميه اوراق تانية فرعيه مع اي دراسه في المانيا لازم تتعمل، سي في، كفر ليتر، الحاجات اللي هي الاساسيه. طبعا لما بتيجي بتقدم شهادات الجامعه، وشهادات الجامعه ديت لازم تكون ساعتها انت على الاقل مترجمها، بس الطريق الصحيح ان هي تكون موثقه لحد السفاره الالمانيه، توثيق السفاره الالمانيه يكون عليها، ولكن ان كانت مش موثقه تبقى على الاقل مترجمه اثناء التقديم، ده في حاله لو هي كانت غير الانجليزي او الالماني. لو هي طالعه بالعربي يبقى اكيد لازم تترجمها. ومواعيد التقديم لو هي برنامج structured يعني منظم يبقى ليه مواعيد محدده، بيفتح في يوم كذا او بيقفل في يوم كذا، فانت تتابع الميعاد اللي انت المفروض تفتح فيه الابلكيشن وتقدم فيه.
لكن لو هي حاجه individual doctorate ساعتها انت المفروض تناقش المشرف بتاعك وتشوف هتبدا مع بعض امتى، وعلى اساسه انت بتقدم الورق في اقرب ميعاد بيقول لك عليه المشرف، او ما تبقاش ليها ميعاد محدد للتقديم، بيبقى بالاتفاق بينك وبين المشرف اللي وافق عليك او اللي هو قال لك ينفع تقدم معايا وحضر لي ورق 1 2 3 4 5. ورسوم التقديم بتبقى في الغالب حاجه بسيطه، وساعات ما بتبقاش فيه رسوم للتقديم اصلا. في جامعات بتبقى 75 يورو وفي جامعات ثانيه بتبقى التقديم فيها ببلاش اونلاين، فبتفرق من جامعه للتانيه. في الغالب عشان يقبلك هيعمل معاك انترفيو قبليها، فحضر نفسك كويس للانترفيو ده، اعرف انت عايز تعمل ايه، اعرف الهدف بتاعك، الطريق 1 طريق 2 طريق 3 توصل ازاي للهدف. افهم الموضوع صح كويس قوي عشان تقدر تناقش الدكتور في الانترفيو دوت وتقنعه بالبحث بتاعك العلمي اللي انت عايز تعمله في الدكتوراه. دي اهم نقطه، لان بعديها بيبقى على طول القبول موجود، فالنقطه دي ركز عليها تماما تماما تماما، انك انت تقنعه ازاي في الانترفيو انك انت فعلا هتعمل حاجه جامده عندهم، بحث علمي ما اتعملش قبل كده. طبعا انت جالك الاكسبتنس بتاع الدكتوراه، يبقى المرحله الثانيه الفيزا. في انا عملت فيديو عن فيزا دراسه في المانيا، كل الاوراق هتبقى نفسها ما عدا بس ان انت بدل قبول ماجستير قبول دكتوراه، ما فرقتش اي حاجه. طبعا قصه حساب المغلق انا وضحتها دلوقتي، هتعمل ايه. هنختم بقى الفيديو بتاعنا النهارده بالفرص الوظيفيه اللي بتعملها انت بعد الدكتوراه. الدكتوراه هتقدم لك ايه؟ هل فعلا ان انت الدكتوراه دي بتبقى انت اوفر كواليفايد وما بتعرفش تشتغل بعد كده، مرتباتها بتبقى المفروض عاليه او الشركات ما بتقدرش عليها؟ كل دوت بيبقى ساعات بيبقى عيوب للدكتوراه. بس تعال نتكلم بالتفصيل عن الموضوع باخر مقطع في فيديو النهارده. اول مسار هيبقى قدامك هو المسار الاكاديمي، يعني هتقدر انك تشتغل جوه الجامعه وتكمل كدكتور في الجامعه، واغلب الناس اللي بتدرس دكتوراه بتكمل في الطريق دوت، وبتقدر انك تدرس بقى في الجامعه، تبقى عندك مواد انت ماسكها او بحوث علميه شغال عليها في نفس الوقت. تاني مجال هتشتغل فيه هو القطاع الصناعي او التكنولوجي، هتقدر تروح تقدم على الشركات بس تشتغل كاستشاري. في عندهم في اي شركه كبيره بيبقى في عندهم قسم اسمه ريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو البحث والتطوير، فانت بتبقى واحد شغال هناك تقدر انك انت تبحث بقى لو في جهاز تطوره ازاي، لو في مثلا طرق تكنولوجيه جديده تقدر انك تطورها ازاي، وكتير جدا 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 من الحاجات اللي ممكن تعملها جوه الشركات بس كاستشاري كشخص مرتباته عاليه. وده طبعا بيقلل عليك شويه فرص العمل زي ما قلنا، عشان انت بتبقى اوفر كواليفايد، مرتبك عالي، فمش كل شركه هتقدر عليك. دي نقطه خلي بالك منها، انت تبحث قوي في مجالك تشوف فرص فيه كتيره قوي ولا فرص فيه ضعيفه لما تخلص دكتوراه. نقطه مهمه هتفرق معاك بعدين، خصوصا لو انت مش عايز تكمل المسار الاكاديمي رقم 1. في بعض الاشخاص بيتوجهوا مش بس بقى شركات خاصه او جامعات، بيروحوا للمناصب السياسيه، ان هو خلاص عنده بقى دلوقتي خبره دكتوراه وعنده دلوقتي دراسات اكاديميه عن حاجه معينه، بيقدر ان هو يخش بقى جوه الحكومه والسياسه وقصص كتيره. انا بصراحه ما اعرفش عنها حاجه، بس في قطاع كامل ممكن انت تبحث فيه في مجالك جوه الحاجات الحكوميه في المانيا او جوه المنظمات الحكوميه، تقدر تاخد التسلسل الوظيفي جواه، بس بتخش لهم برضو بحد مدير قطاع معين. خشش انت لسه واحد بتبدا من الصفر، تدخل برضو بمستوى حلو جدا. وساعات بتخش برضو في الشركات في القطاع المالي والاستشاري، بحيث ان في اي شركه بتبقى عايزه ان هي تطور من نفسها، تطور من الارباح بتاعتها، عندها واحد خبير تستشيره في الحاجه دي، هل لو عملنا الكونسر ده هينجحنا ولا هيفشلنا، فبتبقى عايز حد فاهم في المجال كويس. وده انت بيجي دورك كواحد خريج دكتوراه. ساعات بيبقى فيه شويه معاهد او مثلا بيقولوا مراكز كورسات بتبقى خاصه، تقدر برضه انت تشتغل فيها بعد كده وبتبقى فلوسها حلوه. فدي برضه من احد الجهات اللي انت ممكن تروح وتبقى انت عندك خبره في التدريس طبعا قبليها. فدي يعتبر كده بشكل مختصر الجهات اللي ممكن تشتغل فيها كدكتوراه او بعد ما تخلص الدكتوراه. فانا لميت لك النهارده اول فيديو من اوله لاخره تفهم بالظبط الحوار كله ماشي ازاي، واعتقد ان انت جاهز دلوقتي تفكر ازاي تقدم بقى على دكتوراه في المانيا، وخطوه بخطوه هتمشي الدنيا. عندك اي اسئله اكتبها في الكومنتات تحت، ولو انت عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك ده كل جديد. كلمه حلوه دعوه حلوه منك بتفرق معايا كتير. كومنتات تحت، كومنت ببلاش، دوس اكتب لي اللي انت عايزه وهكون سعيد جدا بالدعم بتاعكم. كل التوفيق والنجاح، اشوفكم على خير في حلقات جايه. سلام احسن ناس.